جربتي قبل كده ميكس المانجا مع الكاستر تعملي بيه احلى صينيه كيكه؟ لو لسه ما جربتيش فانتي فايتك حاجه حلوه طعمها حلو قوي. لا وغير كده كمان ده من غير بيض ولا حليب ولا سمنه ولا زبده، بمكونات اقتصاديه ومقادير بسيطه هتعملي صينيه كيكه تحفه. ريحتها مش قادره اوصفلك عليها، ولا طعمها، ولا الكيكه ذات نفسها قد ايه هشه وفادجي ورهيبه بجد، كانك عامله كيك اسفنجي مش كيك عادي. والكاستر والمانجا بيدوا طعم ونكهه مش قادره اوصفلك عليهم. بس في الاول بقى، لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تنوريني بالاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. وهستنى بقى اللايك والشير، ويا سلام بقى لو سبتيلي كومنت حلو زي كده هتبسطيني قوي. ويلا بينا ندخل على المقادير بتاعت النهارده. معايا هنا كوبايه ونص من اللبن او من الحليب بارد، هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الكاستر. اهم حاجه انا هنا حطاه على البوتاجاز بس مش مولعه النار. يبقى كوبايه ونص لبن بارد، معلقتين كبار من الكاستر، ومعلقتين كبار من السكر. وهنقلب كل ده على البارد. احنا هنا بنجهز الحشوه بتاعت الكيكه بتاعتنا، هنعملها بالكاستر. هنقلب كل ده الاول على البارد لحد ما كله يدوب، واتاكد ان السكر والكاسترد كله داب تمام. هبدا اولع النار وهسيبها بقى على النار كده، بس هفضل واقفه جنبها، يعني مش هسيبها وما تنشغليش عنها عشان ما الكاستر بتاعك ما يجمدش من تحت ويبقى من فوق سايب. فاول هنا ولعت النار، هفضل اقلب فيها ما بتاخدش ثواني وهتلاقيها بدات تغلي وتبقبق وقوامها بدا يتقل كده، خلاص بطفي عليها. هنا كان الكاستر خلاص تمام. بصوا بقى القوام حلو ازاي، بس لازم نبدأ بيه عشان مش هينفع اشتغل بيه وهو سخن، لازم اشتغل بيه وهو بارد. فخلاص كده الكاستر تمام اتعمل، حطيه بقى على جنب يبرد. وتعالي بقى نعمل الكيكة بتاعتنا الاقتصادية اللي بالمانجا. معايا هنا كوبايه من عصير المانجا. العصير ده انا عاملاه في البيت، حته مانجا صغيره كده مع شويه ميه وسكر وضربتهم في الخلاط، عملت كوبايه عصير مانجا. وهنزل عليهم بكوبايه من السكر. وهنا بقى السكر تقدري تستخدمي اي سكر عندك، يعني حتى لو سكر التموين حطيه مش هيقولك لا. وهنزل بنص كوبايه من الزيت، بس الزيت هنا برده ما يبقاش ليه نكهه ولا طعم عشان ما يبوظش معانا طعم الكيكه. يبقى كوبايه من عصير المانجا وكوبايه من السكر ونص كوبايه من الزيت. هاتي بقى المضرب اليدوي بتاعك من غير خلاط ولا مضرب كهربائي، وتعالي نقلب الخليط ده كله مع بعضه كده. المانجا مع الزيت مع السكر قلبيهم، مجرد بس ان السكر يبدأ يدوب معايا حتى لو ما دبش تماما ما تقلقيش. في التركه اللي احنا على طول بنعملها في كل كيكه، احنا عملنا مع بعض تشكيله كيكات كتيره قوي من غير بيض وبيضه وكب كيك وكب كيك شوكولاته، وعملنا النايتي. عملنا تشكيلة كيكات وكيكة الشوكولاتة بصوص شوكولاتة اقتصادي، هتلاقيها عندك على القناة تقدري ان انت ترجعي لها. بعد بقى ما قلبت كل ده مع بعضه هنزل بالدقيق. في وصفة النهاردة هستخدم كوبايتين ونص من الدقيق. ولازم يعني بصي، في المعجنات او البسكوت لو ما نخلتيش الدقيق مش مشكله، بس في الكيك لازم تنخلي الدقيق عشان تدخلي فيه هوا. فلازم في الكيك تنخلي الدقيق بتاعك. انا نزلت بكوبايه نخلتها، وهنزل بكوبايه تانية وهنخلها برضو، وبعد كده هنزل بنص كوبايه. يبقى استخدمت النهارده كوبايتين ونص من الدقيق. اظن المقادير كده سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. وعلى فكره هي الوصفه بتاعتنا كده تعتبر خلاص خلصت. ناقص النص كوبايه كمان هنزل بيها. ولو لسه ما دوستيش على السبسكرايب ما تنسيش السبسكرايب وما تنسيش اللايك. ايوه اللايك ده ايوه اتك عليه يلا. شكرا ليكي. هنزل بالنص كوبايه كده. خلاص خلصنا كده الدقيق. وطالما حطينا دقيق اوعي تنسي ذره الملح اللي احنا بنحطها في اي حاجه بنحط فيها دقيق، لازم ذره الملح اللي بنحطها. طيب النهارده الكيك بتاعنا مفهوش بيض، فطبعا لا غنى عن البيكنج باودر. هستخدم باكو كبير كامل، يعني الباكو اللي هو بتاع دريم بقى، او اللي هو تاج الملوك ده، اي حاجه استخدمي الباكو كامل. طيب عشان اخدها هشه قوي ودي نتيجه البيض هنزل بمعلقه كبيره من الخل. واول ما هتنزلي بالخل فوق البيكنج باودر هتلاقيهم تحسي ان هما بيتفاعلوا مع بعض. ده اللي هي دي اللي بيديني الهشاشه بقى بتاعت الكيك وبيديني نتيجه البيض في الكيك. هقلب بقى كل ده حلو قوي. بصي لا خلاط ولا مضرب كهرباء ولا حاجه، بمضرب يدوي. مفيش ولا ابسط ولا اسهل من كده. في دقايق هتعملي احلى صينيه كيك هتاكليها ومختلفه، وولادك هيحبوها جدا. هنا بقى وانتي بتقلبي هتحسي ان القوام بتاعك والخليط بتاعك تقيل. التركه اللي احنا بنعملها في كل كيكه، اللي متابعني وعلى طول بيشوف فيديوهاتي هيعرف ان الخطوه دي انا بعملها في اي كيكه. نص كوبايه من الميه المغليه، هننزل بنص كوبايه ميه مغليه على الخليط ده. هتلاقي الخليط بصي راح معاكي في حته تانية تماما. قوامه بقى كريمي جدا وبقى سموزي خالص كده زي ما انت شايفه. بصي الخليط فرق. وكمان لو في اي سكر ما دابش بعد الخطوه دي ببقى متاكده ان السكر خلاص داب، لان السكر لو ما دابش هتلاقي في الكيكه بتاعتك كده نقط بني، بيبقى سبب ان السكر ما دابش فيها.
كده خلاص الخليط تمام. هنشغل الفرن على درجة حرارة 180 عشان يسخن، وهجيب بقى القالب اللي انا هستخدمه، هجيب بقى قطعة من الزبدة كده وبدهن القالب بتاعي بالزبدة. تقدري تحطي زيت، بس انا بصراحة بحب ان انا ادهن القالب بالزبدة، احلى في الكيكة احلى من الزيت يعني، بفضل يعني ان انا ادهن القالب بالزبدة افضل. هدهن القالب بتاعي حلو قوي بالزبده كده، وبعد كده هاخد الخليط بتاعي اديله تقلبتين وانزل بيه في الصينيه بتاعتي. ولازم يبقى الفرن يعني الكيكه لازم تدخل على فرن سخن على درجه حراره 180، فشغليها، ولو عندك مروحه يبقى تمام قوي، شغلي المروحه تسخن لحد ما نخلص عشان نخلص وندخل الكيكه على طول. هنزل بقى في القالب بتاعي بالكيكه كده. ريحتها بقى مش قادره اقولك، عصير المانجا عطيها ريحه رهيبه. لو تلاحظي انا ما حطيتش فانيليا عشان مش عايزه اي حاجه تغطي على ريحه المانجا اللي احنا حاطينها، ريحه عصير المانجا اللي احنا مستخدمينها النهارده. تقدري كمان تبدلي عصير المانجا بالبرتقال، بس المانجا مع الكاستر بصراحه بتدي نكهه حلوه قوي، احلى من البرتقال مع الكاستر. حطيت بقى الخليط بتاعي في الصينيه، اديله خبطتين كده عشان لو في هوا او فقاعات او اي حاجه، ظبطيه كده بخبطتين. وتعالي بقى نجيب الكاستر بتاعنا اللي احنا جهزناه وبرد معانا. تعالي بقى هاتي كيس من اكياس التلاجة، او لو عندك الكياس اللي هي بتبقى شبه الاقماع دي اللي هي بتاعت استخدام المره الواحده، مفيش مشكله. بس انا بستخدم معاكم المقادير او الحاجات اللي موجود. انا متاكده ان كلنا عندنا في البيت اكياس تلاجة. هاتي كيس من اكياس التلاجة بقى، حطي فيه كميه الكاستر اللي احنا عاملينها، هي كميه يعني يا دوبك كفت بالظبط، لان انا بحب اتوصى قوي بالكاستر في الحشوات والكيكات والحاجات دي، بحب اتوصى بالكاستر، فالكميه كانت مظبوطه بالظبط. تعالي بقى بعد ما حطينا الكيس هنطلع منه الهواء ونقفله، وبالمقص بقى هقص كده حته صغيره من الحرف. ما تعمليش، انا بشيل الاول الحته دي، ايوه اللي بتبقى من تحت دي، واعملي بقى خرم صغير كده، واعملي بقى خطوط بالطول وبالعرض بالكاسترد اهو، زي ما انتي شايفه كده. هعمل الاول خطوط بالعرض، وبعد كده هعمل خطوط بالطول، ولو لقيتي بقى اي حته فاضيه كده حطي فيها. بصوا شكلها اصلا يعني شكلها لوحده بصراحه يعني، وهي نيه يفتح النفس يعني، شكلها حلو حتى وهي نيه شكلها حلو، طعمها بقى وريحتها مش قادره اوصفلك عليها يعني، بجد جميله جدا مع كوبايه شاي بلبن بقى. واليومين دول الدنيا رجعت تشتي تاني، وبدانا نحس بقى باجواء الشتاء، فبصراحه الشتاء بيبقى عايز الحاجات اللي فيها سقسقه دي. اعملي شاي بلبن او نسكافيه مع كيكه مع بقسماط مع باتون ساليه مع بسكوت يعني، وعيشي حياتك بقى. هخلص بقى كده. بصي انا كده يعني عملت ورجعت اعيد عليها تاني، عشان زي ما قلتلك بحبها بحب اتوصى كده بالكاسترد، عشان انا بحبه قوي، وابني كمان بيحبه، فبحب ان انا اتوصى بيه قوي عشان خاطر احنا بنحبه. هخلص بقى وادخلها الفرن. بصي بقى الجمال، اخدت مني بالظبط ساعه الا ربع، بس على حسب برضو بتختلف من درجه من الفرن بتاعي للفرن بتاعك بتختلف. انا اخدت مني ساعه الا ربع بالظبط وطلعت بالجمال ده. جبت بقى شويه من السكر البودر ورشيتهم على وشها، وده اختياري يعني، لو انتي مش حباه خلاص مش مشكله، بس بصراحه بيدي شكل حلو قوي. بصوا بقى شكلها تحفه. تعالوا بقى، احنا مش هنكتفي بالشكل بس، تعالوا بقى ناخد قطعه كده ونشوف الكيك ازاي من جوه عامله ازاي. بصي الكيكه اصلا وهي بتطلع من الصينيه قد ايه هشه، عارفين صوت الهوا كده يعني، بجد من كتر ما هي هشه بتعمل صوت الهوا، خفيفه جدا، مش قادره اوصف لكم على جمالها. انا هسيبكم انتوا تجربوها وترجعوا تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. بصوا حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك. لو تابعتوا بقى معايا الفيديو للاخر ما تنسونيش بقى باللايك والشير، ولو لسه ما عملتيش سبسكرايب هستنى السبسكرايب بتاعك، وهستناكي تجربي الوصفه وترجعي تقولي لي ايه رايك فيها، وان شاء الله تعجبك. ويا سلام بقى لو بعتيلي كمان صوره من التطبيقات بتاعه الوصفه هتبسطيني قوي.